الو اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. يلا نعمل مع بعض النهارده البيتي فور. البيتي فور واحد من اهم واحلى الاطباق الفرنسيه، لكنه كمان مهم جدا معانا في ضيافه العيد. هنعمل مع بعض البيتي فور على اصوله. هنعمل بيتي فور هش وجميل، وكمان لو عايزين نعمله دايب هقول لكم ازاي نعمل ده بتكات بسيطه، وهنبدل حاجات بسيطه. هنشوف ازاي نعمل مع بعض البيتي فور يكون دايب جدا، وفي نفس الوقت لو عايزين نعمله مقرمش هقول لكم نعمله ازاي. يلا بسرعه لايك وشير ونعمل مع بعض احلى بيتي فور على اصول. بس قبل ما نبدا حابه اشكر كل حبايبي اللي دخلوا معانا القناه جديد، واتمنى بس نعمل لايك ونضغط على زرار الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد اول باول. حقيقي ممتنه جدا للفيدباك اللي شفته معاكم على فيديو الغريبه السوريه. حقيقي مبسوطه انها عجبتكم جدا، كل الاعضاء كل المشتركين اللي دخلوا معانا القناه جديد. اهلا بيكم معانا في قناه بسيطه بنعمل حاجات على اصولها، كمان بنعمل حاجات اقتصاديه. ويلا بينا بسرعه من غير كلام كتير نعمل احلى بيتي فور على اصوله. نورتونا، اتمنى اللي بيتفرجوا علينا من غير ما يبقى فيه اشتراك نعمل اشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. يلا بسم الله. كده انا معايا زبده بدرجه حراره الغرفه، يعني من التلاجة، بس في نفس الوقت يعني ساقعه بس مش ساقعه قوي، يعني لينه زي ما شفنا حالا في الاسباتولا كده. تمام. مقدار الزبده بالظبط 375 جرام من الزبده، عليها 125 من الجرام من السكر البودر. نخليه كويس جدا علشان نمنع اي تكتلات تكون موجوده في السكر البودر. كده نزلنا بالزبده وبالسكر البودر في العجان يتخفقوا مع بعض لحد ما يهيشوا ويبقى معاهم يبقى معايا قوام كريمي كده وجميل. تمام. لو مش عندي عجان عادي جدا بالمضرب الكهربي. شوفوا هنا الزبده كانت جامده سيكه، انا في الوقت ده بيني وبينكم حطيتها على حمام بخار، او ممكن لو انتي متمرسه قوي كده ممكن بسيط كده على عين البوتاجاز، هتديها سيلان بسيط كده وتخليها تتخفق معاكوا ده لان الزبده كانت ساقعه قوي. تمام. هنا لازم طبعا ما نعتمدش على العجان ما هو الا اداه بتسهل علينا. بسرعه بقلب كده الزبده او مكون الزبده مع السكر من الارضيه عشان اتاكد ان كل خليط الزبده والسكر حصل له خفقان وهيشان وهاش معايا ولونه فتح ووصل له هوا بالشكل اللي شفناه حالا مع بعض. تمام. بعد ما بقلبه بشغل عليه العجان تاني علشان طبعا يهيش كويس جدا. هنا خلاص كان خليط الزبدة والسكر وصل لدرجة من الهيشان حلوة جدا، لونه فتح وبقى هش وتحفة جدا. في الوقت ده بنزل على الخليط ببيضة واحدة، بيضة واحدة عشان انا عايزة البيتي فور معايا يكون هش وفيه سنة قرمشة بسيطة كده. تمام. طب لو انت عايزة البيتي فور ناعم ودايب دوب كده، في الوقت ده مش هنحط البيضة وهننزل باتنين صفار بيض. تمام. اتنين صفار بيض هيخليه ناعم ودايب جدا. كده خلاص تمام معايا جدا، وقلبت البيضه معاهم واتخفق وبقى تمام قوي. في الوقت ده هشيل معلقه من الخليط الزبده والسكر والبيضه، هحطهم حالا في طبق معايا جانبي. هقول لكم هعمل بيهم ايه. خدت مقدار حوالي معلقتين كبار كده تمام مثلا. تمام. لو بتشوفونا لحد هنا اتمنى احطوا لايك عشان الفيديو يترفع ويوصل لاكبر عدد ممكن. في الوقت ده ببدا بقى انزل بدقيق. الدقيق معايا مقدار نص كيلو من الدقيق. تمام. هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف اسفل الفيديو ان شاء الله. مجرد ما بنزل الدقيق انا مش بعجن، هي في الوقت ده بقلل السرعه جدا، بالعكس ده انا بعملها ضربات خفيفه جدا. بجيب بعد كده معلقه كبيره من الكاكاو بحطها على الخليط بتاع الزبده والسكر والبيض اللي كنت حطاها معايا في طبق جانبي، وبجيب جزء من عجينه البيتي فور واقلبهم مع بعض ميكس كويس قوي بالسباتشولا. البيتي فور يا بنات ما بيتعجنش نهائي، مجرد ما يتعجن خلاص بيعضم، استحاله ينزل معاكي من الكيس، هيبقى صعب جدا. مجرد ما بنزل بالدقيق على الخليط بقلب مش بنعجن. تمام. مجرد ما الدقيق بيتوه خلاص. دي هنا التب اللي اشتغلت بيها حالا معاكم في البيتي فور. تمام. تقدري تشتغلي بيها باكتر من شكل باكتر من رسمه، تختاري التب اللي انتي مرتاحه فيه جدا. انا اخترت التب اللي يديني شكل الشمس، حقيقي بيكون لطيف وبيدي شكل راقي كده وشيك قوي. بجيب بعد كده كيس الحلواني وبحطه معايا في طبق او في كوبايه كده او في دوره. تمام. وببدا ان انا انزل فيه التب وبحط فيه الكيس. دي انسب طريقه الحقيقه، لان انا انزل خليط العجينه جوه كيس الحلواني.
في الفيديو اللي فات سألوني ازاي او منين جايبة كيس الحلواني. كيس الحلواني يا بنات بيجي عادي جدا من اي محل خامات حلواني، او لو مش عندك هتلاقي عند عطار، عند محلات ادوات منزلية. حقيقة الحاجات دي انتشرت واشتهرت جدا جدا جدا، فان شاء الله سهل ان انت تلاقيها. تمام. ببدأ بقى انزل العجينة، واهم حاجة اشيل الهواء من الكيس. تفريغ الهواء من كيس الحلواني حاجة مهمة جدا عشان اقدر انزل روزتات مفرغة من الهواء واشكل على طول من غير ما حاجة توقفني. شايفين طريقة مسكة الكيس بالشكل ده؟ تمام. وابدأ على طول اضخ وحدات البيتي فور في الصاج من غير لا مادة دهنية ادهنها في الصاج ولا ورق زبدة ولا اي حاجة. البيتي فور من الحلوى الريتش جدا، في كمية زبدة كفاية قوي ان احنا ما نحطش تحتيه لا مادة دهنية ولا ورق زبدة. تمام. ايد ماسكه الكيس من عند كميه عجين من قرب التب، والايد التانية بتسند التب بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام. وخلاص بخلص كل ضخ كميه البيتي فور في الصاج، وفي الوقت ده الفرن بيكون ساخن معانا على درجه 180. بيقعد في الفرن بالظبط من 10 ل 12 دقيقه، لازم يدخل فرن ساخن. طب لو انت في بلد درجه الحراره فيها عاليه او فرنك حار، او بتعملي بيتي فور في وقت من السنه حر، تمام، انا حين عملت البيتي فور ما دخلوش خالص الفرن، ادخله على التلاجة او الفريزر يشد والزبده تمسك جوه قطعه البيتي فوريه شويه، وبعدين ادخلها على فرن ساخن على طول. ايوه التركه دي مهمه جدا. تمام. عشان قطعه البيتي فور تدخل الفرن وهي متماسكه نفسها، والزبده متماسكه جوه كل قطعه. هنا وانا بعمل البيتي فور بالكيس حسيت ان هو لسه فيه عجين فوق، وفي نفس الوقت فيه هوا بدأ يظهر معايا وانا بضغط، فبسباتولا باي سكرابر كده ببدأ ان انا انزل العجين وافرغ الهوا من الكيس، وببدأ اكمل عادي جدا. هنا حاولت ان انا اعمل بتب تانية بشكل النجمة المدورة، لكن الحقيقة المقرب لقلبي اكتر شكل الشمس للبيتي فور. تمام. الجزء اللي كنت لونته معاكم بالكاكاو وعملته شوكليت ببدأ ان انا احطه مع بعض في الصاج بالشكل ده، يدي شكل جمالي في الصاج، وفي نفس الوقت وقت التسوية يكون كله سوا واحد. تمام. لو بتتابعونا وتشوفونا لحد هنا اتمنى تحطوا لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، ونشترك في القناة فضلا علشان يوصلك كل جديد. حقيقي ممتنة ليكوا لكل الكومنتات اللطيفة ولكل الاخواتنا اللي من دول عربية في جروبات الفيس. حقيقي ممتنة لكومنتاتكم الجميلة ولدعمكم. هنا خلاص كنا خلصنا كل كمية البيتي فور، والفرن معانا ساخن جدا، والقمر الجميل ده هنخش حالا ندخله على فرن ساخن درجة حرارة 180 درجة بالظبط 10-12 دقيقة، وبطلعها من الفرن. هنا البيتي فور معانا ما شاء الله، شايفين الرسمة بتاعته شارب ايدي ازاي، حادة جدا. تمام. واقفه كده ثابته نفسها زي ما تدخل الفرن زي ما تخرج منها، رسمه ثابته لان المقادير والتكات كلها تمام ومظبوطه جدا. هنا خلاص البيتي فور في الفرن 10 دقايق بالظبط، وببدا ان انا افتح الفرن والفه الناحيه التانية 12 دقيقه عدي علينا، وبطلع صاج الفرن من البيتي فور. ملمسوش ابدا ولا ايدي تيجي ناحيته، هو بيكمل سوا على الصاج بره الفرن لحد ما يبرد ونشوف معانا احلى بيتي فور. شايفين التسويه بتاعته عامله ازاي؟ قمر وحاجه فخمه جدا. تسويه البيتي فور شوفوا الارضيه بتاعته عامله ازاي والمسام بتاعته ازاي، لان احنا زي ما قلنا عاملين التكات والريسبي ماشيين عليها مظبوط وبكل التكنيك بتاعه، شكله قمر جدا. اعملوا ضيافه العيد في البيت، خلي الولاد يساعدوكوا ويشاركوا معاكوا ويخلقوا مع بعض ذكريات جميلة، هي دي اللي بتدوم العمر كله. يا رب عيد سعيد عليكم، دمتم دايما يا رب في رعاية الله، كل سنة وانتم بألف خير. لايك وشير وكومنتات حلوة كتير. باي باي.